هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي وطعمها فوق الخيال. مكونات كلها موجودة في كل بيت وإن شاء الله هتعجبكم. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الكريم كراميل بأبسط طريقة وإن شاء الله هتعجبكم، وهتعملوها على طول بعد الفيديو ده. هتقوموا تجيبوا الطلبات، وأكيد طلباتها موجودة عندكم في البيت، وهتقوموا تعملوها وتكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. معانا عبوة من الكريم كراميل، معانا الكراميل ومعانا الكريم البودر. تمام، اول حاجة بنحضرها معانا الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها. حضرناها مع بعض قبل كده بس كانت بصينية من اللي هي المستطيلة. انا النهاردة عملتها لكم بصينية مدورة علشان اللي معندوش المستطيلة يقدر يعملها في اي صينية موجودة عنده. ننزل بمعلقة زيت ندهنها كويس جدا وبالفرشة ونعفرها بشوية دقيق. لو مفيش زيت ممكن تستبدليه بسمنة. اول حاجة نبدأ بيها بشفشق الخلط. هننزل بكوباية من السكر، وكمان كوباية الا ربع من الزيت. لو انتي حابة تخليها نص كوباية زيت بتكون جميلة وزي القمر. تمام، وننزل كمان بباكة الكريم كراميل وبالفانيليا بتاعتنا. وكمان انا نسيت ابين لكم اللي انا حطيت كوباية من الحليب. لو عايزين تستبدلوا الحليب بمية تمام تنفع وبتكون زي الفل. نضرب الحاجات دي كويس جدا في الخلاط، وبعد كده نجيب كوبايه المعياريه اللي احنا بنعايره بيها او فنجان زي ما انتوا شايفين كده، ونملوه من الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه علشان بعد كده نحطوه على وش الكيكه الجميله بتاعتنا، وده هيكون الصوص بتاعنا. طبعا هو سايل كده والمفروض يكون اتخن من كده او اتقل من كده، بس الجو حر هنحطه في التلاجة شويه. نجيب بقى باقي اللي في الشفشق بتاعنا وننزل باتنين حبة بيض، وننزل بالفانيليا بتاعتنا تاني. بس لو انتم عندكم حبة من البيض كبيرة واحدة بس تكفي، وانا عاملاه في الفيديو اللي فات بواحدة بس كانت كبيرة. انا عاملاه بالفيديو ده باتنين بيضة بس عدد صغير جدا. تمام، نضربهم بقى في الخلاط كويس جدا. وبعد كده نجيب بقى البولة بتاعتنا الجميلة دي، ونجيب بس محتاجين كوباية من الدقيق، مش اكتر من كوباية من الدقيق. وكمان معانا باكت من البيكنج باودر، ومعانا معلقة من النشا هتديها هشهشة وتخليها زي العسل. بصراحة اللي خلاها غامقة معانا كده، ومعانا رشة من الملح. اللي خلاها غمقت مني شوية البودر، البيكنج باودر. احنا ياريت نستخدم كيك شيف، افضل واحلى للحلويات، بيخلي الكيك هش وفاتح جدا من جوه، وكل حاجة فيه حلوة. تمام، انا ما كانش عندي فاستبدلته بالبيكنج باودر. تمام، وبعد كده نجيب بقى الصوص اللي هو في الباقي في الخلاط، وننزل فيه على المواد الجافة اللي هي المواد الجافة بتاعتنا. كوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا والبودر بتاعنا او الكيك شيف، وذرة من الملح. تمام، وبعد كده نقلبهم كويس جدا. وكده اصبحت عجينة الكيك بتاعنا جاهزة. وكمان نسيت نقول لكم معلقة من الخل، انا ضفتها بس كنت بتكلم معاكم نسيت اللي انا اقول لكم. بس ننزل بقى بالخليط بتاعنا في الصينية زي ما انتم شايفين، ونخبطها خبطتين، وتدخل على اعلى درجة حرارة 180 او 200 بتنفع. ما بتاخدش من 10 دقايق ل15 دقيقة، بتكون زي الفل. طبعا ما خدتش اي وقت معانا، ما كانش الصوص لحق اللي هو يتقل معانا، وهي كمان كانت سخنة جدا. تخرموها كده بخلة صغيرة وتختبروها، وتخرموها كمان علشان لما الصوص ينزل فيها من جوه. وبعد كده نجيب الصوص بتاعنا اللي كان في التلاجة ننزل بيه. هو ساح تاني اهو علشان الكيك بتاعنا كان سخن جدا لسه طالع من الفرن، وهو كمان ملحقش يتجمد في الفريزر او التلاجة. بعد كده احتاجنا بقى الكراميل بتاعنا، احتاجناه دلوقتي اهو. طبعا الدنيا حر وكان سائل زي ما انتوا شايفين. تدي بقى خطوط عشوائية من قدام ومن فوق ومن تحت، وبعد كده اي خطوط عشوائية انتم حابين تضيفوها او تعملوها. بس كده، والفيديو بتاعنا كان بسيط جدا. اتمنى تجربوه وتعملوا كيكة الكريم كراميل دي. وكمان لو ايه اول مرة تشوفوني، انا اسمي اميرة. ممكن تشتركولي في القناة وتحطولي لايك وتعليق منكم حلو كده، وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة. بعد كده بنجيب خلة بقى زي ما انتوا شايفين،
ورايح جاي كده، حركات دائرية عشوائية وزي ما انتوا عايزين، بتدي بس منظر جميل. نسيبها بقى في التلاجة شوية حلوين علشان تمسك. وبرضو زي ما انتم عارفين ان الاطفال ما ينفعش اللي احنا يصبروا على حاجة او يستنوا حاجة. قمت على طول قطعتها لكم، حتى كانت لسه بتسيل معانا، بس برضو كانت زي القمر. وربنا يخلي لكم ولادكم يا رب، وتعملوا